في بيت متوسط الحال، في أوضة جنة الشابة اللي في العشرينيات من عمرها. أول ما صحيت من النوم اتفاجئت إن في شعر كتير قوي وقع على المخدة. بصت للشعر بخوف ومسكت شعرها وبدأت تبكي. يا نهار أبيض، إيه الشعر اللي بيقع ده كله؟ يا ربي، ده كل يوم الشعر اللي بيقع من شعر بيزيد قوي. أتصرف إزاي دلوقتي؟ أنا بقالي أسبوع على الحال ده، لدرجة إن بقى في فراغات كتيرة قوي في راسي. قامت جنة وقفت قدام المراية وبدأت تبص على شعرها. لقت إن في أماكن كتيرة قوي فيها فراغات. يا ربي، إيه ده؟ أعمل إيه بس دلوقتي؟ أنا لازم أروح أتكلم مع ماما تشوف لي حل. هستنى لغاية إمتى؟ الظاهر كده اللي في شعر ده ممكن يبقى ثعلبة. خرجت جنة من الأوضة ودموعها على خدها. دخلت المطبخ ولقت أمها عزيزة كانت واقفة ولابسة هدومها وحجابها مستعدية علشان تروح الشغل. مامتها كانت بتشتغل ممرضة في مستشفى استثماري. ماما، كويس قوي إني لحقتك يا ماما، عايزة أتكلم معاك في موضوع مهم. عزيزة كانت بتجهز الفطار لحسن ابنها. بقولك إيه، حكم أنا مش فاضيالك على الصبح، أنا بجهز الفطار لأخوك حسن عشان عنده كلية النهاردة. خلي الكلام اللي عايزة تقوليه لما أرجع. أرجوك يا ماما بس. طيب بصيلي، شوفي شعري، شفت بيقع إزاي، شفت الأماكن اللي فاضية. أنا واثقة إن في حاجة مش طبيعية يا ماما. أنا راسي فيها أماكن كتيرة قوي بقى لونها أبيض وما فيهاش شعر. أنا عايزة أروح لدكتور علشان خاطري. نعم يا أختي، حاسة بإيه؟ على أساس يعني إن أنت بتحسي قوي ولا عندك دم؟ هو أنت يا أختي هتعملي لي فيها دكتورة؟ أنت نسيتي نفسك يا بنتي يا بتاعة المعهد. اسمعي بقى، أنا فاهمة كويس أنا بقول إيه. كل اللي بيحصل لك ده علشان ما بتاكليش الجرجير، الأكل اللي فيه حديد، وسيادتك بقى مقضياها أندومي. كل جرجير يا حبيبتي وشعرك هيبقى حلو قوي ومش هيقع تاني. ابعدي بقى كده من وشي، أنا مش فاضيالك. خرجت عزيزة من المطبخ وفي إيديها صينية وفيها أكل، لكن جنة جريت وراها وراحت الصالة. أندومي إيه بس يا ماما اللي بتتكلم عنه؟ ده أنا كنت باكله وأنا في الابتدائي. أنا خايفة يا ماما لا يكون عندي ثعلبة في شعري أو أي حاجة تانية. استغفر الله العظيم يا رب. افضلي انت كده بشرة على نفسك على الصبح. مفيش حاجة يا حبيبتي، كل اللي فيكي ده دلع بنات ومرق. بعدين فيها ايه يعني لما يقع منك كام شعراية خربت الدنيا؟ جنة بدأت تعيط جامد قوي. ايوه يا ماما هتخرب. انا ما بقتش قادرة ابص لنفسي في المراية، بقيت مش متقبلة شكلي. انت عارفة انا بتكسف ان حد يجي عندنا وانا مسيبة شعري ويشوفني ولا بالمنظر ده. اللهم طولك يا روح. مكسوفة من الناس ازاي يا اختي وانت محجبة؟ عموما اطمني، الحجاب مداري كل حاجة. بقولك ايه، انا مش ناقصة عياط وقرف على الصبح، واعدها لك للمرة المليون. انا مفيش معايا فلوس علشان بقى ولا تروح الدكاترة ولا تتنيلي. الفلوس اللي معايا يدوبك بدفع فيها قسط شقة عادل اخوكي، الشقة اللي عايش فيها هو ومراته، وكمان حسن اخوكي بشيله قرشين كده على جنب عشان لما يجي يتجوز. اتمنى يا اختي تكوني فهمتي. مشيت عزيزة وسابتها واقفة بتبكي. كانت بتكلم نفسها، يا ربي أعمل إيه بس؟ حتى أنتي يا ماما رافضة تسمعيني أو حتى تبص على شعري. في أوضة ابنها حسن الصغير اللي كان في الكلية، كان شاب ومستهتر جدا. في الأوضة كان قاعد على السرير وبيتكلم في التليفون. أيوة يا ابني طبعا هنتقابل. كلية إيه وبتاع إيه؟ هو أنا أصلا طايق الدكتور اللي اسمه شريف ده؟ فجأة وهو بيتكلم دخلت عليه والدته وكان معاه صينية الأكل. دخلت والابتسامة على وشها. صباح الخير يا حسن يا حبيبي، كويس أوي إن انت صحيت بدري علشان تلحق تفطر قبل ما تروح جامعتك يا قلبي. فيك الخير يا ماما، ده أنا كنت عمالة أقول لنفسي مين اللي هيفطرنا لو انت مش موجودة؟ ما انت عارفة إن جنة بنتك ملهاش لازمة في البيت أصلا. انت هتقولي البت دي بروطة مش فاهمة بتعمل ايه، بتاكل وتنام وبس ولا لها أي لازمة في البيت ده. وبعدين من امتى يجيلي قلب ان انا انزل واروح شغلي من غير ما اطمن على حبيب قلب امه حسن، واطمن ان انت فطرت انت واخوك الكبير عادل. تعرف ان عادل وحشني قوي، ده قبل ما يتجوز ما كانش بيهنالي اكل لقمه من غير اخوك. حسن امن على السرير وحضنها. وانا ليا غيرك يا ست الكل؟ وبعدين عادل يا اختي ما هو في الشقه بتاعته مش بعيد يعني. بس بقولك ايه يا ماما، ما تشوفي لي معاكي كده قرشين، احسن انا مزنوق جدا. الدكاتره طالبين مننا مشاريع كتيره قوي وانا مش عارفه اتصرف.
يا حبيبي، وسايب نفسك مزنوق يا حسن؟ اخص عليك، سبق وقلتلك قبل كده لما تعوز اي فلوس تطلبها مني على طول. من امتى يا حبيب قلب ماما وانا بستخسر فيك حاجة؟ طلعت فلوس من جيبها. خد يا قلب امك، روح يا حبيبي هات الشغل اللي انت عايزه واعمل المشاريع بتاعتك. يا حبيب قلب ماما، اي حاجة بس تخطر على بالك تطلبها على طول. خرجت عزيزة من أوضة حسن اللي أخد الموبايل من على السرير ورد على صاحبه اللي كان لسه معاه على الخط. كده اتحلت يا اسطى، الفلوس بقت معانا اهي. صاحبه رد عليه: امك دي شكلها غلبانه قوي، انا هروح البس وقابلك بعد ساعه في الكافيه. اما في الصاله عزيزه كانت قاعده على الكنبه بتلبس الشوز بتاعها، وجنة جريت وقعدت جنبها. طيب يا ماما، انا مش عايزه منك فلوس. فلوس منين يا حسره؟ ده اللي داخل على قد اللي رايح. كان على عيني يا جنة. يا ماما اسمعيني بس، اسمعيني الله يخليكي، انا مش عايزه اي حاجه غير ان انت تكلميني دكتور من المستشفى اللي انت شغاله فيها، اجي اكشف عنده ويشوف ايه اللي في شعري ده بالظبط، وابدا العلاج من دلوقتي قبل ما الاقي نفسي بقيت صالعه وانا لسه بنت بنوت. يا شيخه حس بيا شويه، هو انا هلاقيها منين ولا منين؟ انت ايه يا بنت يا جنة، ما بتحسيش؟ ما بتفهميش؟ ما عندكيش دم خالص؟ انت ما بتفكريش في اخواتك، بتفكري في نفسك وبس. بصت عزيزه حواليها ولقت الشنطه بتاعتها مش موجوده. يوه، اديني كنت هنسى الشنطه اهو. روح حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا جنة، اشوف فيك يوم على حرق الدم على الصبح دي. سابتها عزيزه ودخلت الاوضه علشان تجيب شنطتها. في الوقت ده باب الشقه خبط. جنة مسحت دموعها بسرعه وراحت فتحت باب الشقه. اتفاجئت بعمها مختار، كان واقف قدام الباب، كان واقف على السلم. جنة بسرعه قفلت الباب وخرجت بره. بصت لعمها بقلق: ايه يا عمي، ايه اللي جايبك هنا؟ ما انت عارف ان ماما لو شافتك مش هيحصل طيب، واكيد هتتخانق معاك وتقولك كلام وحش. مختار كان راجل كبير في السن لانه كان اكبر من والد جنة بكتير. اعمل ايه بس يا بنتي؟ كريمة مراتي تعبانة وانا عايز حد يجيب لها العلاج من تحت. قلت اكيد حسن اخوك جوه لان العربية بتاعته تحت، فقلت يجيب لها العلاج. ما انت عارف يا عمي، حسن اخويا حتى لو جوه ماما محرجة عليه انه يعمل لك اي حاجة، انت او طنط كريمة طبعا مش هيرضى يساعدكم. كمان عارفة اخواتي كويس. بص يا عمي، اول ما ماما تنزل الشغل انا يا سيدي هجيلك وهجيب لك كل اللي انت عايزه. معلش يا جنة يا بنتي، انا عارف ان انا بتعبك معايا، بس ما باليد حيلة. ما تقولش كده يا عمي، انا. في اللحظة دي خرجت عزيزة من الشقة لما شافت مختار قدامها. استغفر الله العظيم يا رب على الصبح، عايز ايه يا راجل يا عجوز انت؟ خير، مش قلتلك 1000 مرة ما تخبطش على بابي، لا انت ولا مراتك العقربة، انتوا ايه يا ناس ما بتفهموش؟ ايه الكلام اللي بتقولي ده يا مرات اخويا؟ امال لما كناش جيران وساكنين في نفس العمارة. اللهم طولك يا روح، وانا يا اخويا مش بكلم حرامية ونصابين، انا حرة. الله يسامحك يا عزيزة، مين الحرامية والنصابين دول؟ مالكش دعوة، ويا سيدي ربنا هيسامحني. اعمل انت بس يا اخويا لاخرتك، اتكل يلا على الله. وانت يا بنت يا جنة ادخلي جوه الشقة، ولو جه تاني مرة ما تفتحلوش ولا تكلميه. دخلت عزيزة جنة الشقة وقفلت الباب وراها وراحت على شغلها. اما مختار فضل واقف مكانه. ربنا ينتقم منك يا عزيزة، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، ساكنين في بيت واحد ومخليه اولاد اخويا يكرهوني ومش طايقين يبصوا في وشي. اما في المستشفى كان في راجل وبنت واقفين قدام اوضه وبيعيطوا. عزيزه كانت واقفه ولابسه لبس الممرضات ومتعصبه قوي. ايه ده؟ ايه الدوشه اللي انتوا عاملينها دي؟ احنا هنا في مستشفى، يعني في ناس عيانين ومحتاجين يستريحوا. اتفضلوا امشوا من هنا. الراجل كان واقف متضايق قوي. انا مش هتحرك من هنا الا ما اطمن على ابني الاول، الدكتور بيقول ان لسه في مرحله الافاقه. وانا مالي بالكلام ده يا راجل انت؟ يلا يا حاج امشي من هنا، اله لا يسيئك، انا مش ناقصه مشاكل. البنت قربت من عزيزه وطلعت من شنطتها 50 جنيه. طيب ودول يا ستي هيخليك تسيبينا واقفين هنا علشان نطمن على اخويا؟ احنا بس عايزين نطمن ونمشي. عزيزه بصت على 50 جنيه بقرف. ايه ده؟ وهما دول بقى اللي هيخليك تقفي هنا لغايه ما اخوك اللي جوه ده يفوق؟
ده لو في اي دكتور عدى من هنا هيتخانق معايا، ممكن اخد جزء. لا، وانا ما يرضنيش ان انت تاخدي جزء. وطلعت 50 جنيه تانية من شنطتها. عزيزة بصت لها برضا. طيب خلاص يا ستي، اقفوا هنا، بس مش علشان الفلوس ولا حاجة، لا علشان بس انا قلبي طيب وانتوا صعبتوا عليا. اخدت عزيزة الفلوس وسابتهم ومشت، وسابتهم بيقفوا قدام الأوضة علشان يطمنوا على ابنهم. مسكت التليفون علشان تكلم ابنها، وفجأة كان في ست كبيرة في السن بتعيط جامد وبتصرخ. ومسكت عزيزة من هدومها. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، احنا اكيد مش في مستشفى، انت ايه ما عندكيش قلب، روحي منك لله. اوعي ايدك دي يا ست، انت مجنونة ولا ايه؟ حد يطلب لها الامن، ايه الست المجنونة دي؟ ربنا ينتقم منك، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، ربنا ينتقم منك. جت الامن وبعدت الست عن عزيزة. عزيزة استغربت وبصت لميرفت الممرضة. ايه ده؟ مالها الست دي يا ميرفت؟ هو ايه اللي حصل؟ بتقول ان هي اديتك امبارح فلوس، وان انت قلت لها ان انت هتقعدي مع بنتها طول الليل. لما جت النهارده عرفت ان بنتها كانت تعبانه قوي امبارح، ودخلت العنايه من تاني، لان انت ما قعدتش مع البنت ولا عملت بالفلوس اللي اخدتيها. الله، وانا مالي؟ اذا كان واحده ست زي دي رمت بنتها وروحت، انا بقى اللي هخلي بالي منها؟ ما هي امها، يعني انا اخاف عليها اكتر ولا ايه؟ ما انت عارفه ان المرافق ممنوع الفتره دي علشان العدوى وكده. عدوى مش عدوى، لو كانت خايفه على بنتها كانت تقعد معاها. انا يعني مش من بقيه اهلها، والله انا فاضيالهم اصلا. صحيح ناس ما عندهاش دم. انا هروح اشوف شغلي. اما في شقه عادل ابن ميرفت، كان ابنها الكبير. عادل كان واقف قدام المرايه وبيجهز نفسه. صحي يتسلم مراته، قعدت على السرير وهي بتبصله. صباح الخير يا عادل، بقولك ايه يا حبيبي، يا ريت تشوف لك حل في مامتك. كل يوم تيجي تقعد عندنا لغايه بالليل، وبصراحه انا زهقت وعايزه اخرج اروح لخالتي. الله، وانت مالك بامي يا سالي؟ لما تطلع تقعد معاكي قولي لها معلش يا حماتي انا نازله، يا ستي مشيها على طول. يعني ايه؟ يعني انت مش هتزعل لو انا عملت كده مع والدتك؟ انا قلت يعني ان هي مامتك وهتتحمق لها. ايوه يا ستي هي امي، بس انا برضو ما بحبش الخنقه. انزلي وروح اي حته انت عايزاها، ولو جت هنا وانت مالكيش مزاج تقعدي معاها ما تفتحلهاش الباب من الاصل، اعملي نفسك نايمه. سالي استغربت قوي كلام جوزها، قامت من على السرير وهي متفاجئه. ايوه بس كده مامتك ممكن تزعل مني، انا عارفه ان هي اللي بتدفع لغايه دلوقتي اقساط الشقه اللي احنا قاعدين فيها دي. ايوه طبعا يا حبيبتي، وبعدين ما تشيليش هم، ام كده كده هتدفع الفلوس، زعلانه مش زعلانه هتدفعهم اطمني. يلا سلام. نزل عادل وراح على شغله، وسالة قعدت على السرير وحطت ايدها على خدها. كانت بتستغرب قوي تصرفات جوزها، وتكلم نفسها، وانا اللي كنت فاكراهم عيله بجد وبيحبوا بعض، ده طلع مفيش فيهم حد بيطيق التاني. معقوله هو ده اللي انا متجوزاه؟ اما في شقه عزيزه، جنة كانت في اوضتها وبتلبس الطرحه بتاعتها، لانها كانت مكسوفه تروح شقه عمها اللي في نفس العماره من غير الحجاب. فجاه حسن اخوها دخل الاوضه. ايه ده؟ انت نازله ولا ايه؟ رايحه على فين على الصبح يا ست جنة؟ رايحه عند عمو مختار، بيقول ان مراته تعبانه قوي ومحتاجه علاج من الصيدليه، ما تنزل انت تجيبه يا حسن. انت عايزاني انا اروح اجيب العلاج لمرات عمك الحرامي؟ انت يا بنت عبيطه ولا ايه؟ دمك لو عرفت ان انت جبت لهم العلاج يبقى يومك مش فايت. عيب الكلام اللي بتقوله ده يا حسن، ده مهما كان يبقى عمك. وعلى فكره عمك مختار ده طيب قوي، وانا مش مصدقه الكلام اللي بيتقال عنه. والنبي ايه؟ يعني انت عايزاني اعمل مشكله مع امي علشان الراجل الكحكوح ده ياخد طز فيه هو ومراته؟ ده صح من اخوك الصغير، بلاش. متشكره يا سيدة على نصايحك، انت صحيح اتاخرت قوي، مش انت برضو عندك كليه؟ وانا من امتى يا بنت بروح الكليه؟ انا نازل اصلا مع اصحابي، سلام. سابها حسن وخرج علشان ياخد حاجته، علشان ينزل يقابل اصحابه. ونزلت جنة وجابت العلاج لمرات عمها، وبعد كده طلعت على شقتهم واديتهم العلاج. في بيت مختار عم جنة كانت واقفة في المطبخ بتعمل الأكل لمرات عمها المريضة، وكانت لابسة الحجاب
وقعدت تفتكر اللي حصل بينها وبين مامتها الصبح، وقعدت تعيط جامد قوي. مختار دخل المطبخ وشافها بتعيط. جرى ايه يا جنة يا بنتي؟ ايه العياط ده؟ العياط عمره ما كان بيحب مشاكل. حصل ايه مع امك النهارده؟ حصل اللي انا عارفاه من زمان يا عمي. قلت لها ان انا شعري بيقع، ووريتها بعينيها، وريتها شعري واللي انا وصلت له، وان انا محتاجه اروح لدكتور علشان اتعالج، او على الاقل اعرف انا عندي ايه، مش شرط يعني اتعالج. رفضت وبنتها السهوله، كل ده علشان مصاريف اخواتي وقسط الشقه بتاعت اخويا اللي متجوز. طيب اهدي يا بنتي وكفايه عياط بقى، كل حاجه ولها حل. حل ايه بس يا عمي؟ ده ماما معتبراني ان انا مش موجوده اصلا، ولا كاني بنتها. انت عارف ان انا لو جرالي حاجه صدقني مش هيفرق معاها، كل اللي يهمها عادل وحسن وبس، انما انا ما بتحبنيش اصلا. استغفر الله العظيم يا رب. معلش يا بنتي، ربنا يهدي لها الحال. خلصت جنة الاكل وراحت الشقه علشان مامتها ما تحسش ان هي خرجت. اما في بيت سالي كانت قاعده بتتفرج على التلفزيون وبتاكل فشار، وفجاه التليفون بتاعها رن. لما بصت في التليفون اكتشفت ان عادل جوزها اللي بيتصل. الو؟ ايوه يا عادل يا حبيبي، اتاخرت ليه كده؟ عادل كان واقف قدام محل اكل. بقولك ايه يا سالي، اوعى تكون عملت اكل النهارده عشان هجيب اكل وانا جاي. هتجيب اكل وانت جاي؟ تعرف ان انا كان نفسي اغير اول النهارده اكل البيت، وما كانليش نفسي اطبخ ولا اعمل اي حاجه. هتجيب ايه بقى يا حبيبي؟ مش وقته يا سالي. المهم اول ما قرب على البيت تنزلي السبت من الشباك، من الشباك مش من البلكونه، الشباك اللي ورا، علشان احطلك فيه الاكل. ايه ده يا عادل؟ انا مش فاهمه انت ليه بتقول كده؟ هو الاكل هيبقى تقيل عليك مثلا؟ وبعدين يا سيدي اطلع في الاسانسير، وبعدين احنا اصلا مش في دور عالي قوي، هاته في ايدك وانت طالع. سالي ايه الغباوه دي؟ لا يا ستي، انا مش عايزه امي تشوف الاكل وانا طالع، او اي حد من اخواتي ممكن يقابلونا على السلم ويشوفوا الاكل اللي انا اشتريته وياخدوا منه، وبصراحه انا مش عامل حسابهم، انا جايب لي انا وانت وبس. ليه بس يا ابني؟ ما مامتك على طول بتعمل حسابنا وبتجيب لنا اكل من عندها، ما تزود شويه وتعدي على مامتك طبق. اوف، انا حر يا ستي، وبعدين هم اهلي ولا اهلك؟ وبعدين احنا في ايه ولا في ايه؟ يعني احنا كل ما نحب ناكل اكل من بره اجيب لهم معايا؟ انت مجنونه يا بنتي. سالي كانت مصدومه من كلام جوزها، ما بقتش عارفه ترد عليه. خلاص يا حبيبي، اول ما تقرب هنزل لك السبت زي ما انت بتقول. ماشي، بس اوعي تنزليه من البلكونه يا سالي، اصل امي يعني تكون قاعده في البلكونه وتشوف السبت بتاعنا طالع، فيعني تحاول تاخد منه حاجه كده ولا كده. قفل عادل مع مراته التليفون، وسالي ما اتكلمتش ولا كلمه. يا ساتر يا رب، ايه الوحشه دي؟ معقوله يكون بيعمل كده مع امه اللي عمرها ما استخسرت فيه حاجه؟ امال هيعمل فيك ايه انت بس يا سالي؟ استغفر الله العظيم يا رب، معقوله هو ده الراجل اللي انا اتجوزته؟ اما في شقه عزيزه على السفره، كانت عزيزه بتحط الاكل وحسن وجنه قاعدين قدامها. جنه كانت لابسه الطرحه لانها كانت مكسوفه تقلعها بسبب الفراغات الكبيره اللي في شعرها. قول لي يا حسن، عملت ايه يا حبيبي النهارده في كليتك؟ ما تفكرنيش يا ماما، الدكتور حاططني في دماغه جامد قوي. قال ايه؟ علشان انا شاطر بزياده. يا ساتر يا رب، دكاتره صحيح معقده، بس انت بسم الله ما شاء الله يا حسن بتجيب كل سنه امتياز، فاكيد ده حارقهم، اكيد الدكتور ده هو في سنك ما كانش شاطر زيك. استنى يا حبيبي لما اجيب لك بقيه الاكل من المطبخ، حكم انا النهارده عملت كل الحاجات اللي بتحبها. راحت عزيزه المطبخ وجنة بصت لحسن. بذمتك يا حسن، الدكتور هيغير منك انت؟ وانت كل سنه بتجيب امتياز يا بتاع المقبول؟ يا ابني ده انت شايل مواد يا بتاع ملحق المحاسبه. بس خالص، انت عايزه تفضح اخوك ولا ايه؟ عيب يا جنة، ده انا اخوك الصغير. بعدين يا ستي لو انت جربت تقولي لها مش هتصدقك، فريحي نفسك. في دي بقى يا سيدي انت عندك حق، مامتك عمرها ما هتصدقني ولا هتسمعني، ما بتصدقش حد غيرك انت وعادل اخوك، تقريبا كده انا مش بنتها. في الوقت ده خرجت عزيزه من المطبخ ومعاها صينيه فراخ كبيره، طلعت لحسن تقريبا نص الفرخه وادت لجنة دبوس صغير قوي. عايزاك يا حسن يا حبيبي تاكل كده وتتقوت علشان تعرف تذاكر كويس، عايزاك ان شاء الله يا حبيبي تتعين معيد في الجامعه
وترفع راسه قدام الناس كلها، وانا بقى هروح اقول في المستشفى ان ابني خلاص بقى دكتور، واخلي الممرضات زمايلي يتغاظوا مني. حسن كان بياكل. طبعا يا ماما، ثقي في ابنك ما تقلقيش. جنة بصت للدبوس الصغير اللي قدامها. ايه يا ماما، هو ده بس اللي انا هاكله من الفرخة؟ ده حسن ابنك لوحده واخد نص فرخة. بسم الله ما شاء الله. ايه يا بت، هو انت عايزه تقارني نفسك باخوكي؟ ما تتلمي يا اختي. وبعدين الفراخ على القد، وانت شايفه اخوكي مضغوط ازاي في المذاكره. يا حبيبي يا قلب امه. جنة كانت مستغربه قوي. فراخ ايه بس يا ماما اللي على القد؟ ما صينيه الفراخ قدامك مليانه اهو، ولا انت بقى هتاكلي كل ده لوحدك يعني؟ يا ساتر يا رب من عينيك المدوره دي. لا يا اختي مش هاكل كل ده لوحدي، بس انا بقى سايبه نصيب عادل اخوك الكبير ومراته، هطلعه لهم دلوقتي في طبق. قبل ما احط لقمه في بقي لازم اتاكد ان عادل حبيبي اكل منه. اخدت عزيزه بقيه الفراخ وحطتها في طبق وطلعت علشان توديه لعادل. على السلم كانت عزيزه واقفه على الباب قاعده بتخبط. قامت سالي وفتحت لها الباب. طنط، اهلا يا طنط، اتفضلي. لا يا حبيبتي، انا هنزل اتغدى مع العيال تحت، بس انا قلت يعني اطلع لكم منابكم من صينيه الفراخ اللي انا عاملاها. ليه بس يا طنط تتعبي نفسك؟ ده انا حاطه طبخه وكنت هنزل لكم. يا بنتي مفيش تعب ولا حاجه، وبعدين انا ما اقدرش احط لقمه في بقي وعادل حبيبي ما ياكلش منها، ده ابن البكري. اول ما شافت عينيا سابت لها عزيزه طبق الفراخ ومشيت. سالي حطت الطبق على الترابيزه قدامها. طيب مامو ست كويسه اهي وبتحبه قوي، ما تستاهلش منه ابدا القساوه اللي بيتعامل بيها معاها. ربنا يهديك يا عادل. اما في شقه عزيزه، جنة سابت الاكل كله وحطت ايدها على راسها وبدات تعيط. انا مش فاهمه هي ليه بس بتعمل معايا كده. رايحه تطلع الاكل لعادل اخويا، ما اكيد مراته عامله اكل. امك ده عمرها ما فكرت فيا، على الرغم ان انا بساعدها في كل حاجه وانا اللي طبخه الاكل ده كله. حسن ساب الاكل وبصلها. خلاص بقى يا بت، هو انت هتعيطي ولا ايه؟ انت عايزه تنكدي علينا والسلام؟ عايزاني ما اكلش يعني؟ اسيب لك الفراخ تاكلها كلها لوحدك؟ ده خطه استراتيجيه فعلا. جنة ضحكت على كلام اخوها. لا يا اخويا بالهنا والشفا عليك، انا خلاص ما عدلش نفس، مش عايزه حاجه. هنا وشفا ايه بس؟ ده انا لو اكلتها اكيد بطني هتوجعني. خد يا اختي الحته دي وما تزعليش نفسك، يلا. جنة اخدت منه حته الفرخه وهي مبتسمه ولسه هتاكل. حسن بصلها. الا قولي لي يا جنة، هو انت ليه يا حبيبتي لابسه الطرحه في البيت؟ هو ده ستايل جديد؟ افتكرت شعرها وعينيها بدات تدمع. دخلت عزيزه. لا يا اخويا مش ستايل ولا حاجه، اختك دي حكم طول عمرها اوفر، بتحب تعيش في دور النكد طول الوقت وعايزه تعيشنا معاها فيه. كل يا حبيبي انت مالكش دعوه بيها، احسن البت دي هتجيب لنا المرض من بدري. جنة بعدت الطبق اللي قدامها. انا اصلا مش عايزه اقعد معاكم، متشكره قوي يا ماما على الكلام ده. وبصت لاخوها. ولو انت بقى يا حسن بتسال ليه انا لابسه الطرحه في البيت، لاني يا سيدي مكسوفه منكم، مكسوفه تعايروني بشكل وشعر اللي بيقع ومش عارفه سببه، شعر اللي بقى كله فراغات، لان ماما رافضه تودينا عند اي دكتور عشان اعرف سبب اللي بيحصل لي ده، علشان توفر لك الفلوس انت وعادل اخوك. عادل اللي متجوز وبيشتغل وبيقبض مرتب قد كده ولسه لغايه دلوقتي بتساعده وبتدفع له قسط الشقه اللي عايش فيها. سابتهم ودخلت اوضتها وحسن كان قاعد مصدوم. الكلام ده حقيقي يا ماما؟ يعني هي فعلا شعرها بيقع وانت مش راضيه توديها للدكتور؟ عزيزه اخدت حته الفراخ اللي كانت في طبق جنة وحطتها قدام حسن تاني. لا طبعا مش صح. هو انت يا ابني هتصدق البت دي وتكدب امك؟ البت دي اللي مفتريه، هي متدلعه شويه زياده عن اللزوم، يعني علشان كام شعريه كده وقعوا على المخده بسبب اهمالها عامله لي مناحه. سيبك منها، كل يا حبيبي، كل يا حبيب قلب ماما. اما في شقه عادل، سالي اخدت منه الاكل من الشباك وطلع قعد معاه فوق. عادل كان بيفتح الاكياس. اما انا بقى يا حبيبتي جبتلك شويه جمبري واستاكوزا هتاكل صوابعك وراهم، انا عارف ان انت بتحب كل انواع السمك. سالي كانت قاعده على الكنبه وبتتفرج على التلفزيون ومش بترد عليه. مالك يا بنت قلبه وشك كده ليه؟ ده انا اللي بحاول افرحك وبجيب لك كل الحاجات اللي بتحبيها. بتحاول تفرحني؟
امك كل يوم يا عادل من اول ما اتجوزنا ما بترضاش تحط لقمه في بقها قبل ما تجيب لك طبق منها، وانت تعمل معاها كده، بتطلع الاكل من الشباك علشان ما تعديش بيه على امك. وانت مالك انت؟ هي يعني كانت ام ولا امك؟ سبق وقلتلك خليكي في حالك. قامت من على الكنبه. لا يا سيدي مش هخليني في حالي. بعدين ايه الحركه المقرفه اللي انت عملتها دي؟ بتطلع الاكل من الشباك؟ هي وصلت العفانه لكده؟ امال لو ما كنتش ابنها الكبير. ده انا ماما الله يرحمها كانت دايما تقولي اهلك يا تهلك. سابته سالي ودخلت اوضتها، وعادل استغرب طريقتها. دخل وراها الاوضه ولقاها نايمه على السرير. انا مش فاهم انت ليه عايشه قوي في دور الملاك كده؟ امال لو ما كنتيش بتسخنين عليها الصبح عشان اخليها ما تجيش هنا. ايه؟ اسخنك ازاي يعني؟ انا كنت بقولك كده علشان تتكلم معاها بالذوق بينك وبينها، يعني ان انا ببقى ساعات عايزه اروح لاهلي وان هي بتيجي تقعد معايا هنا. تكلمها انت علشان ما تزعلش مني. بس هقولك ايه، ما كل واحد هنا بيفهم على مزاجه. اتغطت سالي علشان تنام وهو كان واقف متضايق قوي. طيب قومي كل معايا حاجه، ده انا جايب لك كل الاكل اللي انت بتحبيه. قومي بقى يا سالي وبطل الرخامه دي. ردت عليه وهي نايمه على السرير ومتغطيه. بس انا ماليش نفس يا سيدي، مش عايزه اكل معاك. وعلى فكره مامتك بعتتلك نصيبك من غدا النهارده، ابقى كله هو كمان لوحدك. عادل زعل جدا من طريقتها وساب كل حاجه وراح نام هو كمان في الاوضه التانيه. عدى تقريبا اسبوع على الحال ده، وسالي ما كانتش بتتكلم مع عادل. وفي يوم سالي وعادل كانوا قاعدين بياكلوا مع بعض على السفره. على فكره يا حبيبتي، حلو قوي المحشي اللي انت عاملاه ده، تسلم ايديكي، نفسك حلو في الاكل. على فكره يا عادل، مامتك هي اللي عملت المحشي وبعتته علشان تعرف بس هي بتحبك قد ايه، وبتقولك يا ريت تبقى تسأل عليها، ده شقتها تحت شقتنا، وبتقول من زمان ما شافتكش. عادل كان لسه هيرد عليها، سمع باب الشقه بيخبط. راح فتح الباب ولقى والدته اللي واقفه. اول ما شافته قربت عليه وحضنته. عادل يا حبيبي وحشتيني قوي. يا عادل، معقوله كل الفتره دي ما شفكش يا حبيبي؟ بقالك اكتر من اسبوع بحاله ما جيتش حتى تقعد معايا 10 دقايق على بعض. معلش يا ماما بقى، الدنيا مشاغل. انا كده كده كنت هعدي عليك الاسبوع ده علشان ميعاد القسط بتاع الشقه. عزيزه اتوجعت اول من رد ابنها. ايوه صح، انا مش عارفه ازاي نسيت موضوع القسط. طيب يا حبيبي مش مشكله، اجي اقعد معاك شويه وبكره الصبح قبل الشغل هعدي عليك لما اكون جهزت المبلغ. لا يا ماما، هو انا لسه هعدي عليك الصبح؟ انا ببقى صاحي متاخر اساسا وببقى نازل الشغل بتاعي جري. يا ريت يعني لو معاك الفلوس تجيبها لي دلوقتي. وماله يا حبيبي، هنزل اجيبهم لك، بس اوعى تنام يا عادل، انا نفسي اقعد معاك شويه يا حبيبي واعرف رايك كمان في المحشي اللي انا عملته. نزلت عزيزه بسرعه علشان تلحق تجيب له الفلوس. عادل قاعد قدام التلفزيون يتفرج، وسالي كانت متضايقه قوي من طريقته مع والدته. سالي كانت بتتكلم مع نفسها. والله العظيم خساره فيك اللي والدتك بتعمله ده. سابته ودخلت اوضتها. اما عزيزه نزلت شقتها ودخلت اوضتها، قعدت تجمع في كل الفلوس اللي معاها، لكن لما حسبتها اكتشفت انها اقل من فلوس القسط. طب والحل ايه دلوقتي؟ الفلوس اللي معايا دي ما تجيبش قسط الشقه، وهو محتاج القسط ده في اسرع وقت. اعمل ايه بس دلوقتي؟ ايوه صح، بنتي يا جنه، انت يا بنتي اللي اسمك جنه. جنه دخلت لمامتها وهي كانت لابسه الطرحه اللي بقت عاده عندها، بتلبس الطرحه بره البيت وجوه البيت. خير يا ماما، في حاجه؟ انا كنت بغسل المواعين زي ما طلبت مني. ايوه يا بنت، انا كنت مدياكي 2000 جنيه قريب عشان تخليهم معاك علشان طقم الصيني بتاعك، مش كده؟ ايوه يا ماما، بقالك اكتر من 4 شهور ما كملتيش تمن الطقم الصيني، علشان كده لغايه دلوقتي ما جبناهوش. ايه ناويه تكملي تمنه النهارده؟ تمن ايه وقرف ايه يا اختي؟ روحي يا بنتي هاتي ال2000 جنيه بسرعه، اخوك عادل محتاج الفلوس بسرعه علشان قسط الشقه بتاعته. بعدين يا اختي انت شايفه نفسك هتتجوزي قوي علشان اجيب لك طقم صيني قسط؟ وبعدين يا ماما مش انت وعدتيني ان انت هتبدأي في جهازي من دلوقتي زي ما بتعملي مع اخواتي؟ وبعدين ده كل اللي معايا هيلا 2000 جنيه، وعادل ابنك بيشتغل، المفروض هو اللي يدفع اقساط شقته، مش كل شهر انت اللي تقعدي تجمعي له وتدفعي له.
وانت مالك انت؟ هي يعني كانت فلوس ابوكي؟ فلوس يخت وانا حرة فيها، ادي لمين وما اديش لمين. انجر يا بنت وهاتي ال2000 جنيه اللي معاكي. جنة زعلت من كلام مامتها. حتى الفلوس اللي كنت عاطينها لي بصة فيها، ده انا حتى كنت بفكر اروح اكشف بيها. خلاص طارت هي كمان، حسب الله ونعم الوكيل. راحت جنة وجابت الفلوس لمامتها واديتها لها. عزيزة جمعت فلوس القسط وطلعت اديتها لابنها عادل وهي واقفة على باب الشقة. خد يا حبيب ماما، دي فلوس القسط اهي. معلش يا حبيبي اتأخرت عليك شوية، اصل الفلوس يعني ما كانتش في مكان واحد. المشكلة يا ماما ان انت اتأخرت قوي، وبصراحة انا تعبت ومحتاجة انام. ده حتى لسه واحد زميلي مكلمني وقايل لي ان لازم اروح الشغل بكرة بدري، يعني عندي وردية زيادة. معقولة يا عادل؟ ربنا يقويك يا حبيبي. طيب اقعد معاك 5 دقايق وبس وهنزل على طول. انت وحشنا قوي يا عادل. معلش بقى يا ماما، بكرة يا ستي هبقى اعدي عليكي اول ما ارجع ونقعد مع بعض اليوم كله. يلا يلا تصبح على خير. قفل عادل باب الشقة في وشها بعد ما اخد منها فلوس القسط، وعزيزة رجعت تاني على شقتها. اما سالي كانت متابعة طريقة عادل جوزها مع والدته، وفي يوم نزلت مع خالتها السوق. خالتها كان اسمها ألفت، كانوا هما الاتنين بيلفوا في السوق مع بعض. بس كده يا خالتي، كل ده اللي بيحصل يا ستي. قلت بقى اما اقفش عليه يمكن يتغير. بص بقى يا بنت يا سالي، الكوسة دي شكلها صبحة وحلوة قوي، ايه رأيك لما نجيب منها 2 كيلو؟ حرام عليك يا خالتي، يعني انا عمالة ناهد معاكي من صباحية ربنا وانت اصلا مش مركزة معايا. والله يا بنت مركزة معاكي، بس انت عجباني قوي طريقة تفكيرك دي. واحدة غيرك كانت قالت كويس ان جوزها هيبقى لي لوحدي وامه مش بتشاركني فيه. ما هو اكيد لو بيفضل مامته عليا كان ممكن اغير او بيعملها بطريقة افضل من كده، لكن بارد مع والدته. مفيش حاجة وسط ابدا، يعني لا يحبها قوي لا اما يعملها بالطريقة دي. تقريبا كده يا سالي. يلا بس انا هقولك اللي انت بتعمليه هو الصح، استمر عليه بس بذكاء من غير ما تخسري جوزك. يلا بقى نروح نجيب كوسة، اصل شكلها حلوة قوي. وفي يوم كان حسن خارج مع اصحابه بالعربية بتاعته، وكان بيتكلم في التليفون وهو في العربية. خلاص خلاص يا مصطفى، قلتلك ان انا داخل عليك اهو. انتوا مختارين كفيف في مكان بعيد قوي، انا اصلا اتخنقت وشكل كده هروح. مصطفى رد عليه وهو في الكافيه. تروح فين بس يا ساحس؟ انت خلاص قربت يا ابني علينا، ده هنا المكان حلو قوي. يلا يلا احنا مستنيينك. ماشي سلام. وللأسف في نفس اللحظة حسن ما كانش مركز في العربية، وهو بيقفل التليفون العربية بتاعته خبطت في عمود وحسن اتصاب وأغمى عليه. ولأنه كان في منطقة مهجورة فضل فترة طويلة محدش حس بيه. في المستشفى عزيزة كانت قاعدة على المكتب بتاعها والعيانين موجودين. قربت منها ست كبيرة في السن. حرام عليك يا بنتي، أنا قاعدة هنا من الساعة 2 الظهر والساعة دلوقتي داخلة على 6 وانا لسه ما دخلتش للدكتور. عزيزة ردت عليها وهي باصة في الورق اللي قدامها، ما هنش عليها تبص للست. الله، جرى ايه ياما؟ ما هي ادوار يا اختي، هو انا يعني بدخل بمزاجي؟ وبعدين طالما تعبانه قوي كده ما تروح لاي دكتور تاني، الدكاتره يخت على قفا من يشيل. قرب راجل من عزيزة. بقولك ايه، انا والحاجه جايين ومستعجلين قوي وعايزين نخش. وحط في ايديها 200 جنيه. ينفع ولا لا؟ عزيزة اخدت الفلوس في ايديها. ايوه طبعا حضرتك، ده انت حتى حضرتك اسمك مكتوب اهو. مش هتعمل اشعة؟ خلاص خلاص، هتخش بعد الراجل اللي جوه على طول. الست الكبيرة بصت لها. يخش ايه بس يا بنت، حرام عليكي، ده الراجل لسه جاي دلوقتي. بقولك كان قاعد هنا بقالي اكتر من 4 ساعات. حرام عليكي، ده انا قد امك. بقولك ايه يا حاجة، هو انت كل شوية هتقولي حرام عليكي؟ ده دور وهو حاجز من قبلك، وبعدين داخل يعمل أشعة، والأشعة هنا قبل الكشوفات معروفة يعني. فجأة قربت ألفت. بقولك ايه يا عزيزة، اطلعي انت اقعدي بره لأن في عجز بره، وانا يا ست هقعد مكانك. وفعلا ألفت قعدت مكان عزيزة، وعزيزة طلعت بره علشان تستقبل الإصابات والحالات الخطرة. أما في الشارع عند حسن قرب راجل كبير في السن وكان لابس جلابية ودقنه طويلة، اسمه الشيخ عبد الجواد. قرب من عربية حسن ولما شافه مصاب، استغفر الله العظيم يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا ابني؟
يا ابني رد عليا، انت كويس؟ يا ساتر استرها يا رب. حاول الشيخ انه يخرجه من العربية، لكن معرفش لوحده. ندى الاتنين من الشارع واخدوا في العربية بتاعته وطلع على اقرب مستشفى، وكانت هي نفس المستشفى اللي عزيزة شغالة فيها. قدام العربية عبد الجواد كان خايف قوي. خليكم انتوا هنا يا شباب جنبه، وانا هدخل بسرعة المستشفى اطلب منهم يطلعوا ترولي علشان يدخلوه جوه، ده اكيد محتاج يدخل الطوارئ. يا منجي من المهالك يا رب. وجري ودخل الشيخ عبد الجواد المستشفى، وشاف عزيزة كانت قاعدة وبتكتب في ورقة قدامها. بسرعة والنبي يا اختي الحقيني بسرعة، طلعت ترولي، في شاب بره بين الحياة والموت. عزيزة ردت عليه بكل برود. استنى بس يا حاج، انا بكتب حاجة. اسكت اسكت، ما تتكلمش دلوقتي علشان ما تلخبطش. يا ست بقولك الشاب اللي بره حالته خطر، هو في العربية بتاعتي، أؤمري بس يخرجوا لنا الترولي بسرعة. الله يرضى عليك يا بنتي. طيب يا حاج، اديني سبت الورقة اهو. قول لي بقى فين المصاب يا سيدي؟ والمصاب ده يقرب لك؟ لا يا بنتي معرفوش، ده شاب لقيته في الشارع في العربية بتاعته، بس ايه لازمته الكلام ده دلوقتي؟ عامل حادثة؟ لا انا متأسفة قوي، مش هقدر ادخله طالما انت بقى مش ابوه او عمه او جده، يبقى مش هينفع ان هو يدخل. يلا بقى ابعد من هنا شوية، عندنا اثبات غيركم. يا بنتي ايه الكلام اللي انت بتقولي ده؟ ده عيل من دور عيالك، احنا لازم نلحقه. حرام عليكي، اقولك اطلعي شوفيه، ده حالته صعبة قوي، ده حالته تصعب على الكافر. تفتكر عزيزة هتطلع تشوف حسن ابنها ولا مش هتطلع وتفضل مكبرة دماغها؟ ويا ترى ايه اللي هيحصل مع حسن؟ وحالة جنة هتطلع ايه؟ ووالدتها ممكن تساعدها ولا هتفضل كده دايما مفضلة اخواتها الصبيان عليها؟ وعادل وحسن تفتكر هيقدروا كل اللي عزيزة بتعمله علشانهم؟ وعزيزة بعد كل اللي بتعمله مع المرضى في المستشفى تفتكروا ايه اللي ممكن يحصل لها؟ كل ده بقى هنعرفه مع بعض الحلقة اللي جاية، اللي هتكون الحلقة الأخيرة، والأحداث فيها هتكون قوية جدا. علشان كده يا ريت محدش يتأخر، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. اشوفكم بكرة على خير في الحلقة الأخيرة إن شاء الله. الشيخ كان واقف قدامه وهو مصدوم. انتي بتقولي ايه يا ست انتي؟ عيل من دور عيالك لازم نلحقه، حرام عليكي. طيب اطلعي شوفيه في العربية بتاعتي، ده حالته تصعب على الكافر. عزيزة كانت قاعدة بلا مبالاة واتعصبت مرة واحدة. اطلع اشوف؟ انت شكلك مجنون يا راجل انت ولا ايه؟ تعرف لو ما مشيتش من هنا دلوقتي انا هطلب لك الامن. ما هي مش ناقصة، مش كل حد يجي شوية ويرمي بلا علينا. قعد الشيخ يحاول يقنعها لكن هي كانت رافضة، ونادت على الامن وجم اخدوا الشيخ عبد الجواد وطلعوه بره المستشفى. الشيخ عبد الجواد وقف قدام عربيته وكان بيدمع من اللي بيحصل، كان نفسه ينقذ حسن قوي. جرى عليه واحد من اللي كان واخد معاه حسن، كان اسمه مصطفى. جرى ايه يا حاج بتعيط كده ليه؟ هو مفيش تريل في المستشفى دي علشان يجوا ياخدوا المريض اللي معانا ده؟ انا خايف الواد المسكين ده يحصل له حاجه. عبد الجواد رد عليه بحزن. حسبي الله ونعم الوكيل، كل اللي شغالين في المستشفى دي ناس ما عندهمش رحمه. قالوا له ود الواد مستشفى حكومي، رفضوا يدخلوه. معقوله الكلام ده يا حاج؟ ازاي بس؟ ده حالته صعبه قوي، انا خايف ان الواد الغلبان ده يحصل له حاجه. ركب عبد الجواد ومصطفى العربيه وساقوا العربيه لاقرب مستشفى حكومي. اما في البلكونه في بيت مختار، كريمه مراته عملت كوبايتين شاي. خد يا مختار احلى كوبايتين شاي يا اخويا. مختار اخد كوبايه الشاي وبدا يشرب. ما قلتليش رايك ايه في موضوع جنة يا كريمه؟ البنت حالتها وحشه قوي ونفسيتها تعبانه وامها مش حاسه بها خالص. والله يا مختار انا فكرت اتكلم مع عزيزه واقول لها ان نفسيه بنتها في الارض، انا عارفه كويس ردها عليا هيبقى عامل ازاي، مش بعيد تروح تتخانق مع البيت. عندك حق يا كريمه، انا كمان فكرت ان احنا نساعد جنة من تحت لتحت، بس قلت اكيد مش هعمل كده الا ما اخد رايك الاول، خصوصا يعني لما سالت في الموضوع ده اتفاجئت ان ممكن يتكلف مبالغ كبيره، يعني علاج الشعر مش قليل، والظاهر كده ان البنت عندها فعلا ثعلبه. كريمه فرحت قوي من كلام مختار جوزها، سابت كوبايه الشاي من ايديها. انت بتتكلم بجد يا مختار؟ يعني انت هتساعد جنة؟ انا والله كنت مكسوفه اقولك على الموضوع ده، وخفت تقول ان الفلوس اللي متبقيه معانا
سايبها الوقت زنقة. يعني انت برضو يا حاجة هيبقى قلبك على بنت اخويا اكتر مني؟ بعدين احنا ربنا ما كرمناش بعيال. انا بعتبر جنة بنت اخويا وحسن وعادل اخواتها هم عيالي، بس ربنا ينتقم منها مرات اخويا، هي اللي قست قلبهم عليا وفهمتهم ان انا اكلت ورث ابوهم. سيبك دلوقتي من امهم، خلينا نركز مع البت الغلبانة دي. انا هكلمها وهقول لها ان احنا نروح لدكتور. ايوه لازم نروح لدكتور كبير قوي، وهخليها كمان ما تقولش لامها، وربنا يقدم اللي فيه الخير. البت جنة دي غلبانة وما تستاهلش اي حاجة وحشة. اشرب الشاي يا حاج. كانوا قاعدين مع بعض بيتكلموا وفرحانين ان هم هيساعدوا جنة. اما في المستشفى اللي عزيزة شغالة فيها، ممرضة زميلتها وقفت جنبها. وخلاص بقى يا عزيزة سيبك منه، هو يعني اول ولا اخر حالة تيجي هنا وتعملي معاها مشكلة؟ الراجل غبي فور دمي، قلت له ما ينفعش ان انت تدخل اللي معاك المستشفى، هو مصمم ان الواد يدخل كأننا يا اختي فاتحينها سبيل، وفي الاخر قاعد يحاسبن عليا. الصراحة يا عزيزة الراجل صعب عليا قوي، هو مش قريب الشاب ولا حاجة، بس شكله كان خايف عليه قوي. خلاص يا ست مبليات دي حيلة. ما يصعبش عليك غالي يا حبيبتي، الراجل ده جاي هنا يستهبل، اكيد عارف ان ما ينفعش يدخل مستشفى خاصة زي دي من غير طبعا ما يدفع، لكن جاي هنا يستهبل علينا وبيقول لنا ان الشاب ما يقربلوش. فجأة وهم داخلين دخل واحد وماسك مراته اللي كانت بتصرخ بأعلى صوتها وكانت على وش ولادة. لو سمحتي انا عايز كورس بسرعة، انا مراتي بتولد. عزيزة وقفت قدامه. اهلا وسهلا، تقوم بالسلامة ان شاء الله. عايزين من حضرتك الاول مبلغ كويس كده نحطه في الحسابات، معاك ولا هتحصل اخينا اللي كان لسه هنا من شوية ومشي؟ مرات الراجل اللي كانت بتصرخ. الحقني يا مجدي، قلت لك ان هم مش هيدخلونا من غير فلوس، تعالى نمشي من هنا بسرعة. نمشي ايه بس، انت ما انتش شايفة حالتك عاملة ازاي؟ مجدي بص للممرضة. انا اكيد ما فيش معايا المبلغ ده دلوقتي، الموضوع ده حصل فجأة، دخلها دلوقتي وانا هروح البيت واجيب لكم الفلوس اللي انتوا عايزينها. عزيزة وقفت وربعت ايديها. استغفر الله العظيم يا رب، مش هينفع يا استاذة ادخلكم المستشفى غير لما تدفع الفلوس الاول. معاكم تدفعوا، مش معاكم اتكلوا على الله وروحوا اي مستشفى حكومي. انا مش فاهمة ايه اللي بيحصل بس النهاردة. طيب هاتيلنا اي دكتور نتكلم معاه. يوه، هو انا بتكلم هندي؟ ما تستهبلش يا راجل انت. الست اللي كانت بتولد. يلا يا مجدي نمشي من هنا، قلت لك ان الناس دي مفيش في قلبها رحمة، مفيش حد حاسس بينا. طيب سندي عليا، تعال نروح على مستشفى تانية على مهلك يا حبيبتي. مشي مجدي ومراته وعزيزة بصت لهم. يلا بالسلامة. في نفس الوقت وصل الشيخ عبد الجواد لمستشفى حكومية. عبد الجواد دخل المستشفى وهو بيجري، راح للممرضة. الحقينا في شاب معايا وعامل حادثة وحالته صعبة قوي، ده بين الحياة والموت، أرجوكم خرجوا أي ترول والحقوه. الممرضة ردت عليه بكل احترام. اهدى بس يا حاج، هنبعت دلوقتي ترولي تدخله المستشفى، بس للأسف مفيش دكاترة هنا في المستشفى دلوقتي، حتى الدكتور اللي بيكون في الطوارئ لسه ماشي من شوية. عبد الجواد قعد يعيط بحرقة، لأن أول مرة يحس إن الدنيا كانت مقفلة في وشه. طيب والحل إيه دلوقتي؟ أنا حاسس إن أنا عاجز ومفيش حاجة اتصرف. مش عارفة والله أقولك إيه يا حاج. لا يا بنتي لازم تتصرفي، ده حياة بني آدم ولازم ننقذه، أمال إحنا عايشين في الدنيا دي ليه؟ هو إحنا في غابة؟ الممرضة قربت منه وطبطبت عليه. اهدى بس يا حاج، والله العظيم غصب عني. بص، إحنا هندخله دلوقتي الطوارئ وهنكلم الدكتور، وإنت كمان هات التليفون بتاعه وحاول تكلم أي حد من أهله يمكن يلحقوه. عبد الجواد ابتسم بتريقة، وخرجت الممرضة ومعاها ترولي وأخدوا حسن من العربية ودخلوه المستشفى الحكومي. أما عبد الجواد جاب التليفون بتاع حسن اللي كان واخده من العربية بتاعته ورن على آخر نمرة كان مكلمها. ألو، السلام عليكم، هو حضرتك تقرب لصاحب التليفون ده؟ عزيزة كانت في المستشفى اللي هي شغالة فيها وردت بخوف وقلق. أيوة ده رقم حسن ابني. أنت مين؟ وحسن ابني فين يا راجل أنت؟ تليفون ابني بيعمل معاك إيه؟ ابن حضرتك يا مدام في مستشفى حكومي لأنه عمل حادثة وأنا مش عارفة أتصرف خالص.
عزيزة في اللحظة دي انهارت وبدأت تصرخ بعلو صوتها: ابن حسن، يا ضنايا يا حسن، قول لابوس رجلك انت في انهي مستشفى؟ عبد الجواد قال لها على العنوان، وعزيزة أخدت شنطتها ومشيت من المستشفى من غير حتى ما تغير ملابس الشغل. أما في بيت عزيزة في أوضة جنة، سالم مرات أخوها كانت قاعدة معاها، وجنة كانت لابسة الطرحة وقاعدة ساكتة. شكل كده تقيلة عليك أوي يا جنة، أنا حبيت أجي أشوفك لأن ما بقعدش معاكي كتير. الفترة الأخيرة دي حسيت إن أنت مزاجك مش حلو. كويس إن في حد بيحس بيا في البيت ده أنا عايشة معاهم في نفس البيت، مش فارقة مع حد خالص. ليه بس بتقولي كده يا جنة؟ وإيه اللي حصل لكل الحزن اللي في عينيكي ده طنط عزيزة دي طيبة وبتحبكم قوي. جنة بصت لها بوجع واتفتحت في العياط. بتحبهم قوي قوي، بتحب حسن وعادل فعلا، بتحبهم يمكن أكتر من نفسها، مستعدية إن هي تشيل اللقمة من بقها وتديها لهم. لكن أنا بالنسبة لها مسواش أصلا، ما بتبصليش ولا كأن بنتها ولا خلفتني. سالي كانت قاعدة مصدومة من الكلام اللي بتسمعه، بدأت تهدي في جنة وتطبطب عليها. ايه الكلام اللي بتقولي ده بس يا جنة؟ انت مقتنعة بالكلام ده؟ معقولة في أم تفرق ما بين ولادها؟ لا يا حبيبتي، أكيد انت فاهمة الموضوع غلط. لا طبعا مش فاهمة غلط ولا حاجة. أنا عن نفسي لو كان في حد قاعد معايا وحكالي على اللي أم بتعمله معايا ده، ما كنتش هقتنع ولا هصدق إن في أم تعمل كده مع بنتها، وكنت هقول إن هو كذاب. بس أنا عايشة يا سالي الحياة دي، والله العظيم عايشة التفرقة اللي بيني وبين اخوات الصبيان بكل تفاصيلها. عايشة مع أم أخدت فلوس جهاز بنتها علشان تجيب لابنها الصغير عربية، ورفضت توديني للدكتور علشان تدي لابنها الكبير قسط الشقة. بدأت جنة تحكي عن كل مواقف عزيزة لسالي. سالي كانت قاعدة مصدومة ومش مصدقة الكلام اللي بتسمعه، دموعها بدأت تنزل على خدها. كانت بتقول في سرها: وانا اللي كنت مستغربة عادل جوزي جايب القساوة دي كلها منين؟ الظاهر كده ان هو جايبها من امه. اما في المستشفى الحكومي، دخلت عزيزة المستشفى وهي بتجري وبتعيط وبتسأل كل الناس. راحت على الممرضة اللي في الريسبشن: ابن الصغير بيقولوا عمل حادثة وجابوه على هنا من شوية، قولي لي ابني فين؟ اهدي بس يا مدام، ابنك في الطوارئ، مستنيني الدكتور يجي، لان للأسف لما وصل هنا ما كانش في اي دكاترة في المستشفى. الاستاذ المحترم اللي واقف هناك ده هو اللي جايبه في عربيته. عزيزة راحت تجري على الراجل اللي كان قاعد على الكرسي وفتح المصحف وقعد يقرأ قرآن وبيدعي ان ربنا ينجي حسن. عزيزة قربت منه وهي بتبكي: انت اللي انقذت ابني، طيب فهمني ايه اللي حصل، والحادثة دي كانت فين؟ عبد الجواد رفع وشه وشافها، اتصدم ان هي نفس الممرضة، ان هي عزيزة اللي كانت في المستشفى الخاص اللي رفضت تدخل ابنها المستشفى. ايه ده؟ انت ام الولد اللي جوه؟ انت الست اللي انا كنت بترجى فيها وهبوس ايدها علشان تنقذيه وتدخليه المستشفى اللي انت شغالة فيها؟ ما انا ما كنتش اعرف ان هو حسن ابني. يا ريتني كنت خرجت معاك وشفته. يا ضنايا يا حسن يا ابني، ده لسه عيل صغير، ما هقول هيحصل له كل ده؟ يعني انت زعلانة علشان ما عرفتيش ان هو ابنك، لكن لو ابن حد تاني عادي كده تسيبيه حياته تتعرض للخطر؟ المفروض ان انت ممرضة وبيقولوا عليكم ملايكة رحمة، تهون عليك الناس بالشكل ده؟ روح يا شيخة، ربنا ينتقم منك، ربنا على الظالم والمفتري. سبح عبد الجواد وراح قعد بعيد، وعزيزة كانت واقفة مقهورة من كلامه. قعدت على الكرسي وهي بتعيط، رفعت عينيها للسما: يا رب لو انت غضبان عليا اعمل فيا اي حاجة، حتى لو هرقد في المستشفى العمر كله، لكن حسن ابن غلبان، لاجل حبيبك النبي نجده يا رب، انا ماليش غير هو واخوها عادل. في اللحظة دي الممرضة جريت ناحيتها: الدكتور ما بيردش عليا خالص يا جماعة، ومفيش دكاترة هنا في المستشفى، ارجوك يا مدام انقل ابنك من هنا بسرعة، احنا مش قادرين نساعده، ووديه اي مستشفى. عزيزة بعياط جريت على عبد الجواد: ابوس ايدك ساعدنا انقل ابن المستشفى اللي انا شغالة فيها، ابني هيروح مني، انا مش عارفة اتصرف لوحدي، تعالى ننقله في العربية بتاعتك. عبد الجواد بصلها بتأنيب ووافق ان هو يساعدها، ونقلوا حسن للمستشفى اللي عزيزة شغالة فيها. وللأسف الوقت كان اتأخر جدا،
إنه يدخل العمليات، وده كان له ضرر كبير قوي عليه. قدام أوضة العمليات عبد الجواد كان قاعد بيقرأ القرآن وبيدعي الحسن، وعزيزة بتحاول ترن على عادل ابنها بس ما كانش بيرد، فاضطرت إن هي تكلم مختار عمه. في شقة عادل كان قاعد ووصل مراته بيتكلموا مع بعض. عادل كان بيشرب القهوة. وانت لما قعدت مع أختي جنة اكتشفت إن أمي دلوقتي ست قاسية قوي وغيرت رأيك فيها؟ مش هي دي الست اللي طول الوقت كنت بتقعدي تدافع عنها؟ هو ده اللي انت فهمته من كلامي يا عادل؟ انا قصدي يعني ايه المشكلة ان انت تقرب من اختك وتحتويها طالما والدتك مش عارفة تعمل كده؟ وهو انت مش واخدة بالك اللي كل كلامك عن ام واختي؟ طيب وانا يا سالي مش واخدة بالك مني خالص؟ ده انا بفض نفسي طول الوقت علشان ابقى معاكي لان انا بحبك فعلا. سالي قربت منه ومسكت ايده. انا كمان بحبك يا عادل، بس في الوقت ده موبايله كان بيرن للمرة العاشرة برقم والدته. عادل كتم الصوت. كملي كلامك يا حبيبتي، كنت عايزة تقولي ايه؟ اكمل كلامي ايه يا عادل؟ مامتك بترن عليك كتير قوي، اكيد حصل معاها مشكلة او عايزاك في حاجة ضرورية، وانت كل مرة بتكنسل عليها وبتكتم الصوت. انت مش قلقان عليها ليكون حصل لها حاجة؟ هيكون حصل لها ايه يعني؟ اكيد وحشها ونفسها تشوفني. سيبك منها، كملي كلامك. ما انت عارفة ان عيد ميلادي بعد اقل من اسبوع، عايزة اخدك انا وانت كده ونروح نحتفل في اي مكان انت حباه. سالي كانت بتبصله بوجع. رد على مامتك يا عادل لو سمحت، وبعدها ادخل نام علشان انا تعبانة ومش قادرة اتكلم مع حد. سابته ودخلت اوضتها وكانت محتارة من طريقته. اما في المستشفى جنة كانت واقفة جنب عزيزة ومختار. مختار بصلها. ما تخافيش يا عزيزة، ربنا هيسترها وحسن ابنك هيقوم بالسلامة ان شاء الله. يا رب يا مختار، ابن لو جراله حاجة انا ممكن اروح فيها، ده حسن ابن ده نور عينيا من جوه. جنة بصت لمامتها. ما تقوليش كده يا ماما بالله عليكي، حسن اخويا هيبقى كويس وهيقوم بالسلامة ان شاء الله. في الوقت ده مختار راح علشان يشكر عبد الجواد على وقفته معاهم. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا حاج، انت بجد راجل طيب قوي، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. هي الست اللي واقفه هناك دي تبقى ام الولد التعبان؟ قصدك عزيزه يعني؟ ايوه هي المفروض ممرضه، واجبها ان هي تنقذ الناس وتخفف عنهم. نفس الست دي انا جيت بوست ايديها علشان تنقذه، وعلشان ما تعرفش ان هو ابنها جابت لي الامن وطردتني بره المستشفى. الست دي مش بني ادمه، ما بتحسش ولا عندها دم. مختار كان واقف مصدوم من كلام الحاج عبد الجواد، وقعد يسمع منه كل اللي حصل بالتفصيل، وللأسف ما يعرفش إن جنة كانت واقفة وسمعت الحوار كله. وكمان كان كل الممرضات اللي في المستشفى كانوا بيحكوا عن عزيزة واللي عملته في ابنها. مختار كان واقف بيكلم نفسه. وانا اللي كنت فاكرك قاسي على بنتك وبس، طلعت معدومة الضمير والقلب يا عزيزة، حتى مع المرضى اللي انت بتشتغل عليهم في المستشفى. بعد ساعتين خرج الدكتور من اوضه العمليات. عزيزة جريت عليه بسرعة. طمني يا دكتور، حسن ابن عامل ايه دلوقتي؟ هو كويس مش كده؟ طمني يا دكتور، ربنا يطمنك. للأسف يا عزيزة، ممكن بس تهدي لو سمحتي. حسن ابنك الحمد لله كتب له عمر جديد، بس للأسف اضطرينا نعمل عملية بتر رجله لأن كانت حالتها صعبة قوي، ولو سيبناها كانت هتأثر على حياته. لا لا لا، حسن ابني ما يحصلوش كده. انت بتقول ايه بس يا دكتور؟ ده حسن ابني ما كملش ال 22 سنة. انا ابني كويس، ايوه ابني كويس وهيعيش حياته بشكل طبيعي. ارجوك يا دكتور ما تقولش ان ابني حصل له كده. اهدي بس يا عزيزة، حسن ابنك جه هنا هو متأخر قوي. احمدي ربنا ان احنا قدرنا ننقذ حياته. المفروض كان دخل المستشفى بعد الحادثة على طول، لكن هو جه هنا متأخر. عزيزة وقعت على الأرض وهي بتبكي. بس ابني لسه صغير قوي يا دكتور، انتوا اللي عملتوا فيه كده، انتوا كده دمرت حياته. انا ابني يعيش بقية حياته مدمر. ربنا يقويك يا عزيزة، هو محتاجكم كلكم حواليه، واعتقد ان هو ممكن يحتاج يروح لدكتور نفساني علشان يتقبل الوضع الجديد. احمدوا ربنا يا جماعة ان هو كتب له عمر جديد. سابهم الدكتور ومشي. فضلت قاعدة جنب حسن طول اليوم مستنية ان هو يفوق. اما مختار رجع بيته وكان حزين قوي،
كان حزين من الكلام اللي سمعه من الشيخ عبد الجواد. في بيت كريمة ومختار كانوا هما الاتنين قاعدين على سريرهم في أوضة النوم. كريمة عرفت كل اللي حصل بالتفصيل. يا ساتر يا رب، ربنا يهون عليهم يا مختار ويصبرهم على ما بلاهم. مختار كان قاعد سرحان في الكلام اللي سمعه من عبد الجواد. ربنا يقواها يا وعيالها يا كريمة. مالك يا مختار؟ شكلك كده كأنك مخبى عليا حاجة، ما تطمني يا اخويا. قام وقف وكان تعبان قوي ومتضايق. اقولك ايه بس يا كريمة؟ اقولك ان سبب عمايلها وقساوتها على الناس كلها وظلمها للناس اللي بيروحوا لها المستشفى ربنا ردها لها في ابنها الصغير حسن. حسن كان ممكن يتلحق، بس عزيزة اللي ما بترحمش الناس ما رحمتش ابنها، وما كانتش تعرف ان ابنها هو اللي بره المستشفى. ربنا ينتقم منك يا عزيزة. اخويا لو كان عايش كان ضرب نفسه ب100 جزمة لان اتجوز واحدة زيك. سبع مختار ودخل اوضته وكان تعبان وموجوع. كان زعلان قوي على اللي حصل لبلاد اخوه، وكريمة ما كانتش فاهمة حاجة. تاني يوم الصبح في المستشفى عزيزة كانت قاعدة واخدة حسن في حضنها وكانت بتعيط بوجع. ابوس ايدك يا ابني، كفاية عياط بقى، انا حاسة بيك، احمد ربنا ان هي وصلت لكده. انا مش عارفة انا عملت ايه في حياتي ياما علشان يحصل لي كل ده. انا كدبت عليكي في حبة حاجات وقلتلك ان انا بجيب امتياز كل سنة وانا كنت بسقط، بس معقولة يحصل لي كل ده علشان كدبت عليكي؟ انا اسف قوي، اسف وحقك عليا. اهدى يا ابني، اهدى يا حسن، انا مسامحاك، كفاية بقى يا حسن، انا مش قادرة اتحمل، صدقني ان شاء الله هتكون كويس. جنة كانت واقفة والدموع نازلة من عينيها. ايوه يا حسن ان شاء الله هتكون كويس وهتقوم بالسلامة. في الوقت ده دخل عادل اخوه معاه سالم مراته بعد ما عرفوا من مختار اللي حصل. ساري جريت على حسن وقفت جنبه. الف حمد لله على السلامة يا حسن، انت عامل ايه دلوقتي؟ عامل ايه بس يا مرات اخويا؟ زي ما انت شايفه اهو، انا مش هقدر اتحرك من مكاني تاني. عزيزة ردت على ابنها بعياط. ما تقولش كده يا حبيب ماما، انت هتخف وهتبقى كويس. انا عمري ما هسيبك ابدا يا حسن، هتقف على رجليك، هجيب لك رجل صناعية ومحدش هيعرف يفرقها عن الرجل الطبيعية خالص، وهتعيش حياتك يا حبيبي بشكل طبيعي. عادل بصله. ايوه صح، الموضوع ده حتى بقى منتشر جدا، ما تقلقش يا حسن، ده موضوع بسيط. حسن بص لاخوه بوجع ومردش عليه. قعدوا مع حسن وكانوا بيحاولوا يهونوا عنه، وبعد ساعة عادل قام وقف وكان بيبص في الساعة. معلش يا ماما، انا مضطر ان انا اروح الشغل دلوقتي، عندي حاجات مهمة كتير قوي، هبقى اكلمك يا حسن اطمن عليك. يلا يا سالي. سالي بصت له بصدمة. لا انا هفضل هنا معاهم في المستشفى، مش هسيبهم دلوقتي اكيد يا عادل، روح انت شغلك. مش هينفع يا سالي، تعالى لما اروحك البيت وابقي اطمني عليهم بالتليفون. يلا يا سالي لان اتاخرت. اخد عادل مراته ومشيوا من المستشفى وحسن نام. اما بره الاوضه عزيزه كانت قاعده على الكرسي وبتبكي بوجع. جنة قربت منها وبصت لها بكره. دلوقتي بتعيطي؟ بتعيطي بعد ايه؟ انت السبب في كل اللي حصل لحسن، ولا فاكره اللي انت عملتيه هيتدارى؟ كل الناس هنا في المستشفى بتحكي عن عملتك. عملتي ايه؟ انت بتتكلمي عن ايه بالظبط يا جنة؟ انت كمان هتنكري؟ انا عرفت كل حاجه في المستشفى، كل الممرضات هنا بيحكوا عنك، سمعت الراجل وهو بيتكلم وبيحكي لعمي. انت ازاي واحده قاسيه؟ تعرفي ان انا بكرهك قوي، بكرهك ومش قادره ابص في وشك. انت ازاي بني ادمه وعندك ضمير؟ ازاي اصلا يشغلكوا شغلانه زي دي؟ عزيزه بصت لها بوجع. انا ما كنتش اعرف يا جنة، ما كنتش اعرف ان حسن هو اللي معاه، غصب عني، وبعدين دي مستشفى خاصه ودي اوامر، انا ماليش ذنب. اوعي يا جنة تقولي لاخوك حاجه وحياتي عندك. وهيفضل مخدوع فيك العمر كله. انا هسكت لغايه ما يقوم بالسلامه علشان هو، بس اكيد حسن هيعرف ان انت السبب. سابتها جنة ودخلت اوضتها، وعزيزه خرجت من المستشفى وهي بتبكي. عزيزه كانت ماشيه في الشارع على الرصيف، كانت ماشيه بتعيط ومش شايفه قدامها من دموعها، مش قادره تصدق اللي حصل لابنها. يعني ايه يا عزيزه؟ يعني انت السبب في اللي حصل لابنك؟ انت اللي خليتيه يعيش حياته كلها بالمنظر ده؟ لا لا، معقول اكون اذيته من غير ما اعرف؟ يعني انا كده فشلت في كل حاجه، فشلت ان انا اكون ام لولادي، كلهم هيضيعوا بسببي. انا عايشه ليه؟ انا عايشه ليه بس؟
قعدت عزيزة على الرصيف وهي بتبكي، وفجأة لقت مختار جه وقعد جنبها. ندمانة يا مرات اخويا؟ ندمانة على ايه ولا ايه يا عزيزة؟ رفعت عينيها وبصت لي. ابعد عني يا مختار، انا مش ناقصاك، مش عايزة اسمع منك ولا كلمة، انت ما تعرفش حاجة. يا ريتني ما كنتش اعرف يا مرات اخويا، على الاقل كنت استريحت، بس انا عرفت كل حاجة من الحاج عبد الجواد. عزيزة قعدت تعيط جامد قوي. اسكت اسكت خالص يا مختار، انا اللي فيا مكفيني. مستخسرة كمان ان انا عاتبك بعد ما ضيعت ولاد اخويا الكبير بسبب حبك الزيادة فيه. افتكر نفسه اهم حاجة في الدنيا، ويا ريته لما كبر بدلك نفس الحب، ده بيعاملك اوحش معاملة انت واخواته. والتانية اللي انت رمياها بنتك اللي كان لازم تتعالج، علشان طبعا تشيل الفلوس للصبيان حرمت بنتك حتى ان انت تودعها للدكتور. انت السبب في اللي بيحصل ده، انت اللي ضيعت حسن. انت حتى فهمت العيال ان انا اخدت فلوس ابوهم، على الرغم ان انت متأكدة ان ده كذب. كنت بتكرههم فيا علشان تقدر تسيطر عليهم. ناقص ايه تاني ما عملتهوش يا عزيزة؟ انت عملت كل حاجة وحشة في الدنيا. انا عارفة ان انا غلطت كتير قوي يا مختار، بس اعمل ايه بس علشان اصلح الغلط ده؟ ابوس ايدك يا مختار ساعدني، قول لي اعمل ايه. انا عايزة ارجع ولاد الحضن من تاني، انا حاسة ان ولادي بيضيعوا مني. يا ريتني كنت اعرف طريقة تصلحي بيها كل عمايلك. اقولك ايه بس؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي انت واللي شبهك، الناس اللي ما عندهاش ضمير وما بتراعيش ربنا في شغلها. سابها مختار ومشي، وفضلت عزيزة قاعدة في الشارع كانت بتأنب ضميرها. بعد اسبوع خرج حسن من المستشفى ورجع البيت. في بيت عزيزة. حمد لله على السلامة يا قلب ماما، نورت بيتك يا حسن، نورت الأوضة بتاعتك. الحمد لله يا ماما، هو ما فيش حد سأل عليا من اصحابي؟ عزيزة كانت لسه هتتكلم، دخلت جنة ومعاها كوباية عصير. سيبك من اي حد دلوقتي يا حسن، المهم لازم تكون كويس، انا هبقى معاك وعمري ما هسيبك ابدا. بصت جنة العزيزة. تقدري تروحي شغلك دلوقتي، انا هفضل قاعدة مع اخويا وما تخافيش عليه. عزيزة بصت لبنتها بوجع، كأنها كانت بتترجاها ان ما تقولش اي حاجة. جنة، انت هتفضلي معاه صح؟ احنا مش محتاجينك، روح انت شغلك. بصت جنة لاخوها وبدأت تديله العصير. خرجت عزيزة من الأوضة وكانت بتحاول تشوف الفلوس اللي معاها وهل هتكمل مصاريف العلاج ولا لأ. قررت إن هي تطلع الشقة لعادل وتتكلم معاه بخصوص الفلوس. في شقة عادل في الصالة كانوا هما الاتنين قاعدين مع بعض بعد ما طلعوا من عند حسن وبتفرجوا على التلفزيون. سالم ما كانتش مركزة خالص مع جوزها، كانت سرحانة. شكل الفيلم مش عاجبك يا سالي، أنا ممكن أقلب على فكرة. هو أنت كويسة يا حبيبتي؟ هبقى كويسة ازاي وانا شايفة اللي حصل لاخوك؟ اخوك في لحظة خسر كل حاجة، هو انت ليه مش حاسس بيه؟ مين اللي قالك كده؟ ده بالعكس انا زعلانة علشانه قوي، اكيد يعني مش هوقف حياتي علشان الموضوع ده يا سالي. وبعدين انت عاملة ايه بس يا حبيبتي في نفسك كده؟ ليه الزعل ده كله؟ ما كل واحد بياخد نصيبه. في نفس الوقت ده وقبل ما سالي ترد عليه سمعوا باب الشقة بيخبط. عادل قام فتح الباب واتفاجئ بوالدته. عادل، انا عايزه اتكلم معاك على انفراد يا حبيبي. اخدوا بعض ووقفوا في البلكونه. خير يا ماما؟ جيتي يعني في حاجه؟ في حاجه مهمه يعني للدرجه دي؟ انا جايه عايزه منك فلوس، علاج اخوك هيحتاج مني مبلغ كبير قوي، وانا الفلوس اللي معايا مش هتكمل، وديك شايف اخوك نفسيته عامله ازاي. فلوس؟ ومين قالك اصلا ان انا معايا فلوس يا ماما؟ هجيب منين؟ ده انا حتى موظف على قد حالي. معقولة ما معكش مبلغ على جنب يا عادل؟ امال بتودي فلوسك فين يا حبيبي؟ ده انا حتى اقساط الشقة دي انا اللي بدفعها، واغلب الاكل انا اللي بجيبه لكم. انا بقولك عايزة الفلوس دي علشان اخوك مش ليا انا. حتى لو ليك يا ماما انا مفيش معايا، وبعدين كفاية قوي ان انت الشهر اللي جاي مش هتعرفي تدفعي لي القسط علشان خاطر حسن، وانا مقدر الموضوع ده وساكت. بعدين يا ستي لو معايا قرشين على جنب انا اولى بيهم، انا وبيتي. معقولة؟ هو ده ردك عليا يا عادل؟ تشكر يا ابني، انا مش عارفة انا كنت منتظرة منك ايه غير كده، ما انت طول عمرك جاحد. عادل طلع من البلكونة ودخل اوضه النوم. اتصدم لما شاف مراته بتحط هدومها في شنطة السفر. ايه ده؟
ايه الهدوم دي يا سالي وبتحطها ليه في الشنطة دي؟ هو في حاجة؟ سالي بصت له والدموع في عينيها. لا يا سيدي مفيش حاجة، انا بس سمعت كلامك مع مامتك واتأكدت ان انت واحد ما عندكش قلب، وانا مستحيل اعيش معاك يوم واحد. ازاي هان عليك تقولي الكلام ده لوالدتك؟ انت اصلا مش بني ادم. قفلت سالي الشنطة ومسكتها وكانت لسه هتخرج من الأوضة. عادل مسك ايديها. هي هان عليها كل الناس، اللي انت شايفاها طيبة قوي دي بتستغل الناس المرضى اللي بيروح عندها المستشفى وبتاخد منهم فلوس قد كده. من زمان وانا عارف الموضوع ده ومش قادر اواجهها، مش قادر احبها على الرغم من كل اللي بتعمله معايا. سالي بصت لجوزها باستغراب. انا مش فاهمه حاجه، انت تقصد ايه؟ اقعد يا ست وانا احكي لك. قعد مراته على السرير قدامه. انا في يوم قررت اروح لها المستشفى، كنت في الجامعه وكنا لسه مخطوبين، وهي طبعا ما كانتش تعرف. سمعت اسوأ كلام ممكن اتخيله، شفت طريقتها مع الناس وكره الناس ليها. ما صدقتش ان الست دي تبقى امي. هي المفروض ممرضه يعني ملاك رحمه، لكن انا ما شفتش في قسوتها مع الناس المرضى. قلت لنفسي ازاي قدرت تتلون كده معانا؟ مع الناس بتكون حاجه ومعانا حاجه تانية. قررت ابعد عنها، لان كل ما كنت ابص لها كنت بكرهها اكتر، وبعد عنها خلاني غصب عني ابعد عن اخواتي كمان. معقوله مامتك كده؟ انا سمعت من جنة الكلام ده، بس قلت يمكن جنة لها اسبابها. طيب ليه وافقت تاخد منها فلوس القسط على الرغم ان انت عارف ان بتاخد الفلوس دي من الناس الغلابه اللي بيروحوا المستشفى؟ هتصدقيني لو قلتلك معرفش انا كنت بعمل كده ليه، بس يمكن كنت بحس ان بضغط عليها وبضايقها. قعد عادل. معرفش يا سالي، كل اللي اعرفه ان انا مش هسيب حسن اخويا وهقف جنبه وهساعده، بس بعيد عن امي. ارجوك يا سالي ما تسيبنيش، انا كنت مخبى عنك كل حاجه بس انت دلوقتي عرفتي. سالي قعدت جنب جوزها وهي حزينه. اكيد طبعا هقف جنبك وعمري ما هسيبك، انا ما كنتش اعرف كل ده. بعد مرور اسبوع رجعت عزيزه لشغلها في المستشفى، ورجعت تاني تتصرف نفس تصرفاتها وكأنها ما اتعلمتش من غلطتها. كانت بتمتص دم الناس الغلابه في المستشفى، كانت بتنظم الكشوفات. انا قلت محدش هيدخل الاول، كل بالدور، والدور اللي انا حطاه كمان. اقعد يا ست. كان في راجل من الواقفين. يا شيخه حرام عليكي، احنا جايين هنا من بدري ومع ذلك قاعدين، وكل الناس اللي جم ورانا دخلوا قبلنا. انا اضرب شغل يا استاذ، ومش هتدخل الا في الميعاد اللي انا اقولك عليه، الا اذا بقى فتحت مخك. الراجل فهم كلامها. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. الراجل بعد ما فهم كلامها ساب المستشفى ومشي. في الوقت ده جت ممرضة زميلتها. الحقي يا عزيزة، الأستاذ حمدي مدير المستشفى عايزك في مكتبه حالا. إيه؟ مدير المستشفى عايزني ليه؟ من إمتى يعني بيجي المستشفى بدري كده؟ طيب يا ست هروح له وربنا يستر. اقعد انت هنا مكاني واوعي تدخلي أي حد إلا ما يديك الحلاوة الأول. راحت عزيزة بسرعة على مكتب المدير واتفاجئت إن هو قاعد ومتعصب. أهلا يا دكتور حمدي، في حاجة؟ ازيك يا عزيزة؟ أخبار حسن ابنك عامل إيه دلوقتي؟ أنا عرفت إن هو عمل عملية بتر، بقى كويس؟ الحمد لله يا دكتور. حمدي قام من على المكتب. وما حرمتيش بعد كل اللي حصل لابنك؟ انت ايه يا شيخة؟ مفيش في قلبك رحمة؟ انت عارفة أنا جايلة منك كام شكوى لغاية دلوقتي. إيه شكوى ايه بس يا دكتور؟ أنا ما عملتش حاجة. الشكاوى دي من الممرضين الموجودين، تلاقوهم عشان متضايقين مني، عشان بشتغل أحسن منهم. بس هو انت لسه هتكدبي وتبرري؟ الشكاوى دي من المرضى، من معاملتك السيئة معاهم. ولعلمك انا كنت ناوي ابلغ عنك ان انت بتاخدي منهم فلوس، وخليكي عبرة لكل اللي زيك، الناس اللي زيك اللي ما في قلبهاش رحمة. لكن رحمة مني بسبب اللي حصل لابنك قلت بقى ان انت ممكن تتغيري وتتعظي، وتابعتك من خلال الكاميرات اللي عندي في المكتب، ولقيتك بتعملي نفسك كل اللي انت بتعمليه. علشان كده قررت ان انت من النهارده مالكش شغل معانا هنا في المستشفى. اتفضلي اطلع بره. ايه ده بس يا استاذ حمدي؟ اسمعني ارجوك، انا ما عملتش حاجه وحشه، انا بس كنت محتاجه فلوس علشان ابني. ارجوك اديني فرصه وانا هفهمك. اطلع بره يا عزيزه، انا صبرت عليكي بما فيه الكفايه. اتفضلي بره، بدل ما اجيب لك الامن يشيلوكوا ويطلعوكوا بره. فضلت عزيزه تتحايل عليه ورفض ان يسمعها.
وفي الآخر جاب لها الأمن وطلعوها بره المستشفى، نفس اللي عملته في عبد الجواد. أما في شقة عزيزة، عادل وجنة وحسن كانوا ال3 قاعدين مع بعض. عادل كان بيحكي بحزن: أنا كده قلت لكم كل اللي حصل زمان وكل اللي شفته بعيني، وقلت لكم على كل اللي أمكم بتعمله مع الناس في المستشفى. علشان كده أنا كنت بعيد عنكم الفترة اللي فاتت، بس أنا مش هبعد عنكم تاني، ومش هعيش مع الست دي في نفس العمارة. أنا هبيع الشقة دي وهشتري شقة بعيد. حسن بص لأخوه بحزن: أنا مش مصدق كلامك يا عادل، ماما لا يمكن تعمل كده أبدا، أنت أكيد بتتبلى عليها، أنت طول عمرك قاسي وبعيد عننا، ماما عمرها ما تعمل كده في حد أبدا. في اللحظة دي جنة بدأت تبكي. ليه؟ إذا كان عملت كده في بنتها، ولا أنتوا ناسين بقى إن كانت بتميزكم عني؟ حتى في الأكل اللي كنا بناكله كانت بتجيب لي البواقي، فأمي تعمل كده في بنتها؟ ما تردوا عليا، وانتوا كنتوا شايفين كل ده وساكتين. بلاش اللي حصل لك يا حسن، انت ما تعرفش بقى ان امك هي اللي السبب فيه؟ طبعا مش هتصدقني، يبقى اسأل الراجل اللي اخدك المستشفى وهو هيقولك على كل حاجة. هيقولك ان هي رفضت تدخلك علشان ما كانش معاه فلوس. حسن بصلها بصدمة: يعني ايه؟ يعني امي السبب في اللي حصل لي؟ انا مش فاهم حاجة. بصت جنة وهي بتعيط وبدأت تحكي لهم على اللي سمعته من عبد الجواد وهو بيحكي المختار. لو انت مش مصدقني اسألوا عمكم مختار كمان، هو عارف كل حاجة من يومها. عارفين عمكم اللي ماما طول الوقت بتكرهنا فيه؟ هو اللي أخدني من إيده ووداني عند الدكتور وبيعالجني دلوقتي على حسابه، علشان شعري بيقع في عز ما أمكم رفضت تديني حتى جنيه واحد. حسن بص لعادل أخوه بيبكي: أنا مش عايزة أعيش في البيت ده يا عادل، خدني معاك يا عادل، أنا مش عايزة أشوف أمك تاني، خدنا إحنا وجنة من هنا، إحنا مش عايزين نشوف الست دي ولا حتى نسمع اسمها. يا ريتني كان حصل لي حاجة ولا إني أعيش معاها تاني. عادل كان مصدوم من اللي سمعه لما عرف إن والدته كانت السبب في اللي حصل لأخوه. مستحيل أمنا دي تكون بني آدمة، دي شيطانة. إحنا فعلا من هنا ورايح لازم نبعد عنها. أنا مش عايز الشقة اللي هي دفعت اقساطها. وإنت يا جنة روح لم هدومك إنت وحسن بسرعة، وأنا هقول لسالي. بعد أكتر من ساعتين لموا كل حاجتهم علشان يمشوا من البيت. في الوقت ده عزيزة وصلت الشقة وهي منهارة بسبب إن هي اترفدت من شغلها. شافت شنط كتيرة قوي موجودة على الأرض، وعادل كان مسند أخوه علشان يمشوا ويسيبوا البيت. إيه ده؟ مالك يا عادل ماسك أخوك كده؟ وإيه الشنط دي كلها؟ ال3 كانوا بيبصوا لبعض ومرضوش يردوا عليها. عزيزة حست من نظراتهم إن هم عرفوا اللي حصل. على فكرة اللي حصل في المستشفى ده كدب، الكلام اللي سمعتوه كدب، أنا ما اترفدتش ولا حاجة، ده سوء تفاهم من المدير. أكيد واحدة من الممرضات فهمته إن أنا وحشة، بس دي مش الحقيقة صدقوني. هو أنت كمان اتعرف في المستشفى اللي أنت بتعمليه رفضوك يا ماما؟ ده أقل حاجة بصراحة المفروض يعملوها معاكي من زمان. يلا ولاد نمشي من هنا. عزيزة بصت بخوف لولادها، وقفت قدامهم ومنعتهم إنهم يروحوا ناحية الباب. هتمشوا وتروحوا فين وتسيبوني؟ أنا عملت كل ده علشانكم، أنا ضيعت العمر كله عليكم. يمكن أنا غلطت، لكن مفيش فينا واحد ما بيغلطش. انتوا عيالي وهتسامحوني، طيب افتكروا لي أي حاجة حلوة. وقفت قدام جنة وهي بتبكي: ايه يا جنة، أنا أمك، مفيش أي حاجة حلوة ممكن تفتكرها لي، سامحاني يا جنة. أنا بالذات مفيش أي حاجة افتكرها لك كويسة، انت اخترت الشخص الغلط اللي تسأليه. أنا ما شفتش منك غير كل أسوأ، ابعد عني، أنا تعبت منك، أنا كرهت اليوم اللي جيت في الدنيا بسببك. خرجت جنة من البيت وهي معاها شنطها. عزيزة بصت لولادها الاتنين: طيب انتوا الاتنين عملتوا علشانكوا كتير قوي. انت يا حسن دخلت الجامعة اللي بتحبها وجبت لك العربية اللي انت طلبتها. وانت يا عادل انا حبيتك قوي يا عادل، حبيتك اكتر من نفسي. انت ابن البكري، اول واحد عيني شافته. نسيت الشقة اللي انا جبتها لك، افتكروا لي اي حاجة، ارجوكم ما تعملوش فيا كده. حسن بصلها والدموع في عينيه: انا لو هفتكر لك حاجة هفتكر اللي انت عملتيه فيا، وان انا بقيت عاجز دلوقتي بسببك. اوعي تقول ان انت عندك مبرر، او ان انت ما كنتش تعرفي ان اللي بره يبقى ابنك، لان لو حتى ده صحيح فمعنى كده ان انت كنت هتشيلي ذنب انسان تاني وهتعيشي حياتك بشكل طبيعي. عادل بص لوالدته:
والشقة اللي بتتكلمي عنها أنا هسيبلك المفتاح بتاعها على الترابيزة. أنا مش عايز منك أي حاجة، اشبعي بيها وبفلوسها. احنا كل اللي احنا عايزينه منك ان انت تبعدي عننا احنا التلاتة. احنا خلاص ما بقيناش متقبلينك في حياتنا بعد كل اللي عملتيه فينا. اخذ عادل اخوه ومراته واخته ومشوا من العمارة وراح قعد في شقة اشتراها عادل. عزيزة كانت قاعدة في الشقة لوحدها، قاعدة على الارض بتبكي بأعلى صوتها. لا لا، اكيد ولادي مش هيعملوا فيا كده. ايوه انا عملت عشانهم كتير قوي، هما اللي طالعين قاسيين كده. ليه ما طلعوش حنينين لابوهم؟ ليه اخدوا مني طبع القساوة وسابوني لوحدي؟ ازاي انا هنت عليهم؟ انا عايزة اولادي، انا عايزة اولادي. فضلت عزيزة تحاول ترجع ولادها وكل شوية تمسك التليفون وتتصل، لكن كانوا رافضين تماما ان يسمعوها او حتى يرد عليها. عادل كان واقف جنب اخوه في رحلة علاجه، وكان واقف كمان جنب اخته، كان سند لاخواته الصغيرين. قرروا ان هم ينسوا امهم خالص، ومختار كمان كان بيساعدهم في كل الحاجات اللي بيحتاجوها. تفتكروا ان اللي حصل لعزيزة ده جزاء تستاهل عن كل اللي كانت بتعمله مع الناس اللي كانت بتروح لها المستشفى، وسبب اللي كانت بتعمله مع جنة بنتها كمان؟ وتفتكروا أولادها ممكن يسامحوها في يوم من الأيام على اللي عملته معاهم؟ أتمنى أشوف آرائكم في التعليقات. ودي كانت نهاية قصة النهاردة. أتمنى أن القصة تكون عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. أشوفكم بكرة على خير في قصة جديدة إن شاء الله.